أخطر خطأ كيطيح الفيزا ولا كيخلي الفيزا المغاربة ترفض خصوصا لأوروبا. وهاد أخطر خطأ اللي كيديرو المغاربة هما فيما يخص الفلوس. فالمشكل الأكبر ديالهم أن الفيزا الشنغن كيطلبوا كمثال حساب بنكي أغلبها، يعني أغلب الفيزات بأنواعها. فالناس اش كتجي كدير، كتجي كمثال إما كتبدا تحط الفلوس بكثرة وتخرج، كيديروا دي فيرمون ولا كيعطيو دي شيك لشي ناس ويبداو يتيريو كمثال الفلوس باش يبينوا انهم عندهم حركة وعندهم يعني كشف بنكي ديال 3 شهور كمثال الحساب. لكن هادشي راه ما كينجحش. الحساب الى ملي تدار ملي تكخيا كان ساكت ما كيتحركش، ما فيه لا فلوس كتدخل لا كتخرج، وجيتي انت تا دازت قربت 3 شهور ولا 4 شهور باش تبدا الدوسي ديالك، عاد جيتي انت خدام باش كدير الحساب هذا يعني تحركو كي كنقولوا، فهنا راه اكيد غادي تاخذ الرفض بلا يعني ما تصدع راسك. اللي خاصك دير هو تحركات صغيره دائمه. ملي تفتح الحساب ديما ضرب في راسك بان هذا الحساب نقدر نستغلو في اي لحظه. يعني فيرسي عندك شي سيرفيس تقضيه كمثال قضيه يعني بلا كارت ديالك بكارت كيشي. عندك كمثال شي فيرمون يبقى يدوزو لك الناس كتسال شي واحد واخا 100 درهم قول الله يعطيك خير فيرسي ليا في البنك. فبهذه الطريقه هذه من اي فيزا بغيتي تقدمها وفيما يخص الاثبات المادي كيكون عندك واحد الاثبات اللي هو موثوق، اللي يجيو يديروا بحث يلقاو بان فريمون هاد الشخص هذا هاد لاكارت هادي راه كيصرف بها، كيتخلص بها، كيدخلوا ليه فلوس، كيسافر بها. يلقاو بان كاين فير من كتيري كمثال من شي مدينه ومن بعد يومين ولا سيمانه راك في مدينه اخرى. فهاد الامور هادي كامله مفيده. ما تنساوش خليو ليا الدوله اللي كتفكروا انكم تهاجروا ليها في لي كوموند.